طالب اعلام، اخبارك؟ يا اهلا وسهلا. لحظه واحده، انا مذيع برضه. انا المفروض ابقى مكانك وانا اللي اسالك. قوم يا اسطى. بتعاني من ايه؟ اي حد بيعرف ان في اعلام بيقول لي بطبلات يعني. طب ما تقول لنا كده، انت قدوتك احمد موسى ولا عمرو اديب؟ وكلهم فاكرين ان انا ممكن ابيع مبدئي، وده لا يمكن يحصل الا لو في فلوس بالاخضر. يعني هنا ممكن نتكلم. والدكاتره بيحاولوا يقنعونا اننا كاعلاميين لازم نبقى فاهمين كل حاجه، وبيطلبوا مننا مشاريع ولا كاننا شغالين في البي بي سي. احنا بنبوس رجل اهالينا عشان نجيب تجميعة بي سي نطبق عليها المونتاج والفوتوشوب والجرافيكس. ايه اللي بيضايقك من المجتمع؟ الناس اللي فاكرين طلبه اعلام بيروحوا الجامعه يعملوا تيك توك، او بنذاكر افلام ونروح نمتحن فيها، او بنمسك كاميرات بس، او بنلعب على فوتوشوب طول اليوم. ده انا بمنتج اكتر ما بشرب ميه. ده انا والبريمير بقينا اهل. ده بيشوفني اكتر من ابويا وامي. ولا الناس اللي بتقول لي وانت بقى تطلع على التلفزيون في الجزيره ولا البي بي سي؟ قول لنا بس عشان نبقى عارفين، مش لما انجح صف الاول. مين اعدائك كطالب اعلام؟ صحابي اللي كل ما يشوفوني يقولوا لي انت في اعلام، يعني الفوتوغرافر بتاعنا اللي هيصورنا صور حلوه، صورتين بقى حبيب اخوك. وكليه اداب قسم اعلام بيغيروا مننا، بيقول لك احنا بندرس اعلام برضه يبقى زينا زي بعض. لا مش زي بعض، عشان احنا كليه اعلام. ايه هي امنية حياتك؟ مايك نضيف اسجل بيه، وندرس مواد ليها علاقه بكليتنا، ونلاقي شغل. في نهاية البودكاست ده تحب تقول ايه؟ انا مش مطبلاتي، واشبعوا بيا قبل ما اشتهر، عشان مش هتعرفوا تقفوا معايا ولا تكلموني. ولما تشوفني ماسك كاميرا ما تجيش تقول لي تعالى صور فرحي، عشان احنا مش فاتحين شركه تصوير هنا.